أحلى سهرات ورحلات شهر رمضان بكل الحسين. فيلا بينا النهارده نطلع على جامع الحسين. المسجد بني في عهد الفاطميين سنة 549 هجريا 1154 ميلاديا تحت إشراف الوزير الصالح طلائع. المسجد بيضم 3 أبواب مبنية من الرخام الأبيض بتطل على خان الخليل، وباب تاني بجوار القبة بيعرف بالباب الأخضر. المسجد سمي بهذا الاسم اعتقادا بأن راس الحسين ابن علي ابن أبي طالب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة تحت الجامع. وللاعتقاد ده روايتين. الرواية الأولى أن الراس جت إلى مصر مع السيدة زينب أخته عندما جاءت إلى مصر بعد معركة كربلاء. والرواية الثانية اللي مع بداية الحروب الصليبية خاف حاكم مصر الخليفة الفاطمي على الراس الشريف من الأذى اللي ممكن يحصل لها في مكانها الأولاني بمدينة عسقلان بفلسطين، فأرسل بطلب قدوم الراس إلى مصر، وحمل الراس الشريف إلى مصر ودفن في المكان الحالي وأقيم المسجد عليه. لكن هناك اختلافات كبيرة في تحديد موضع دفن الراس. البعض بيقول إن هي في دمشق، والبعض بيقول إن هي في القاهرة، والبعض اللي بيقول إن هي في كربلاء. وبعض علماء أهل السنة بيرجح إن الراس مدفونة في البقيع بالمدينة المنورة. والكثير من الآراء حول موضع دفن الرأس. ولد أبو عبد الله الحسين ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي في العام الرابع من الهجرة، وتوفى في 10 محرم سنة 61 هجرية، وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي أطلق عليه رسول الله لقب سيد شباب أهل الجنة، فقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بل هما الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض.